قبل الشعب، فالشعب شاف إنه هي الحكومة مارقة منافقة رافضة مجرمة وهل سفاحة. الجزائر أنت دعمت بأي صفة بتوقف وهل جنب الجزائر بشار الأسد؟ دعمت طرف على طرف في النزاع الداخلي السوري؟ أنت بتقول نزاع داخلي سوري؟ دعمت نزاع داخلي سوري، نزاع لكنها داخلي دعمت. نعم، نعم دعمت بشار الأسد. هل الجزائر تفضل. هل الجزائر دعمت بالأسلحة؟ هل نعم الجزائر دعمت بالأسلحة؟ راح يجاوبك اسمع راح يجاوبك سيادة المقدم. سيادة المقدم ضابط منشق عن النظام. سيادة المقدم أنت ضابط منشق، جاوبه. دعمت في السلاح ودعمت في المقاتلين يا وولف. تفضل سيادة المقدم جاوبه. أنت كذاب. السلام عليكم. لأنه حتى المنظمات الدولية اللي كانت تعد الضحايا تاع داعش وكانت تعد الضحايا اللي ثم قال لك كاينه اقليه من الجزائريين المفاصلين اللي كانوا في المشروع هذا اللي يحاك ضد الدوله السوريه وضد الشعب السوري. درك يا فول اتق الله يا فول. استاذ هذه جريدة الشروق. سبحان الله. هذه جريدة الشروق جزائرية. اسمع، كونك عاقل اعطيني اسماء جزائريين، اعطيني اسماء تاع جزائريين شاركوا معكم في هذا اسم اسمع اسمعوا يا رجل اسمعوا. سكرت الشاشة منير. نعم. اسمعني يا أخي، اسمعني. النظام السوري لا يحتاج اسمعني. النظام السوري لا يحتاج أسلحة الجزائر حتى يقتل الشعب السوري. النظام السوري يريد دعما دبلوماسيا قويا كما تدعمه الجزائر. النظام السوري يريد دعما دبلوماسيا، يعني أن تكون دولة واقفة معها في جميع المحافل الدولية حتى ضد المنتظم الدولي. لذلك ما تقومون به أنتم فتقولون لنظام بشار اقتل الشعب السوري، فهؤلاء متمردون وهؤلاء إرهابيون كما قتلنا نحن الشعب الجزائري بذريعة الإرهاب في العشرية السوداء، فاقتل أنت أيضا الشعب السوري بذريعة الإرهاب ونحن معك ظالما أو مظلوما. لماذا الجزائر تقف ضد المنظم الدولي؟ كم جزائري متواجد في سوريا وكم مغربي متواجد في سوريا؟ عندك مغربي اليوم، قل لي قد كاين مغربي في سوريا، قل لي قد كاين مغربي اليوم يشارك في ليبيا، قل لي اليوم قد كاين مغربي متواجد في الأنظمة الصهيونية لا يوجد. اللي تدمر الدول. يا حبيبي الحالات الفردية، يا حبيبي الحالات الفردية ما حد بيحاسبك عليها. اسمعني كلمة. الحالات الفردية ما حد بيحاسبك عليها. أستاذ وولف، أنا مشكلتي مو مغربي وجزائري، أنت تدعم قاتلي. احترم الحديث قليلا. أنت تكلمت معك كلمتين. دعم الشعب السوري، دعم الشعب. يا أخي هل تسمع الكلام؟ اسمع تكلمت معك كلمتين، قلت لي أنت كذاب بوجهي. يا رجل قلت أنت كذاب. لأنه لا يوجد جزائريين متواجدين في سوريا. لا منير يا فول حطوا ميوت. أنتم صرفتم ميزانية هائلة. أنتم صرفتم اسمعني. النظام الجزائري صرف ميزانية هائلة من أجل إعطاء الشرعية للرئيس بشار الأسد. النظام السوري أعطى ما يعادل 300 مليون دولار حتى تقوم تونس بالتصويت على إدراج وعدم إبقاء منصب ديال بشار الأسد، كرسي بشار الأسد فارغا في القمة العربية. أعطت أموالا لحكومة فلسطين حتى تدعم نظام بشار. يعني كيف الجزائر تمول أموالا طائلا من أجل دعمية؟ أعطيني برهان. نعم أستاذ وولف، أتيت لك بالبرهان. مقتل جزائري قيادي. برهان تاع الشيء اللي كان يقول فيه كمال. أعطيني برهان على الشيء اللي تقول فيه. أنا أعطيك برهان. مؤتمر القمة العربية كان سينظم في شهر 6 2000. اسمعني أعطيني الملموس. اسمعني أنا راح أعطيك الملموس. اسمعني. ما هي شروط المغرب حتى تقام القمة العربية في الجزائر؟ أولا، الشرط الأول ألا يكون بشار الأسد
مقعده غير شاغر في القمة العربية. المغرب رفض مشاركة بشار الأسد لأنه يتهم بأنه مجرم حرب وقاتل الشعب السوري، لكن الجزائر كانت تدعمه بشدة. بشار الأسد هي دولة سوريا. بشار هو بشار الأسد من يحضر القمة العربية هم رؤساء الدول العربية، هم رؤساء الدولة العربية، وكان سيحضر بشار في هذا المؤتمر. كان يريد إعطاء الشرعية لنظام بشار الأسد وصرف أموال طائلة. لذلك المغرب لما قالت السعودية لن نقوم بإنشاء بمؤتمر القمة العربية في الجزائر حتى يحضر المغرب، فكان المغرب شروطه ألا يأتي بشار الأسد إلى مؤتمر القمة العربية. والتصويت الذي كان في مصر يا أستاذ وولف، سفير السعودية، سفير جميع الدول العربية لم تصوت لبشار الأسد. اسمعني جميع الدول العربية لم تصوت. اسمعني القمة، اسمعني اجتماع الدول العربية. اسمعني اجتماع الدول العربية على المغرب. اسمعني اجتماع الدول العربية في مصر. كمال معلقك لحظة، كمال معلقك شو قده؟ كمان انتظر. سيادة مقدم الرجل عم يقول لك اسمع شوي، الرجل عم يقول لك مو دارس وما بيعرف شيء، بيقول لك انا ابن الجزائر بعرف كل شيء. الرجل لا يفقه شيء. اقول لك دعمنا الدولة السورية، لا يفقه شيء. يعني اقول لك نحن ندعم الدولة السورية، بس بصير يدعم البوليزاريو، بس بصير يدعم حزب الله ويرفض انه حزب الله ينحط على قائمة المنظمات الإرهابية. بصير تمام. هذا الزلمه جاهل يا جماعه. منير نزلوا طلع لنا واحد مثقف. اخي هاني المشكله اللي فيهم يا هاني المشكله اللي فيهم والله العظيم لو طلع 40 مليون جزائري، لو طلع 40 مليون جزائري وتجيبهم يقول لك اعطيني الدليل. طيب انا حاليا بدي اقابلكم بالمثل. اعطيني الدليل على انه الجزائر مستقله، اعطيني الدليل على انه الجزائر حره، اعطيني الدليل على انه ماكرون ليس الحاكم الرسمي للجزائر. يلا اعطيني الدليل. يلا ما راح يعطي. وش من ناحيه؟ والله صدق ما راح يعطي. وش من ناحيه؟ حسن انا سالته لواحد قلت له عندك وثيقه، عندكم وثيقه استقلال؟ قال لي شو يعني وثيقه استقلال؟ قال لي شو يعني؟ والله يا فولف يا جماعه خلوا المقدم اسمع نطالع. خلوا المقدم يحكي. احترموا الرجال داخل معنا. وولف انتظر، خلي سيادة المقدم. تفضل سيادة المقدم. أول شيء قلنا السلام عليكم، ما حدا قال وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. اللي بضل بستنى ساعة بسمع لحتى واحد يعطيني دور أحكي، وما بقاطع واحد لما بيحكي نهائيا. عرفتوا كيف؟ يا أخي الجزائري، أنا طلعت أول شيء بحيي شعب الجزائر والشعب المغربي. طبعا كل حر جزائري وكل حر مغربي هو على رأسي، وكل إنسان وقف معنا بقضيتنا كمان هو على رأسنا. في من الجزائر أحرار. أنا بتواصل معي شخص اسمه مصطفى بدومة، رجل من الجزائر قلبا وقالبا معنا ومع الثورة السورية ومع الشعب المظلوم يعني. بس للأسف من خلال اللايفات اللي فتحها منير صار له 4-5 أيام، اللي أغلب اللي عم يطلع يدافع عن النظام الجزائري كجزائري. يا أخي أنا بطلب منكم طلب وحيد بس، نحن بنقدر وضعكم إنه نظامكم قمعي، نظامكم استبدادي هو مثل نظامنا. يا أخي مانك مجبور تدافع عنه، لا يعني ما فينك تحكي عليه، لا تطلع تدافع عنه، التزم الصامت، ماني ضدك. عرفت كيف؟ اما انك تطلع، نحن كنا مثلكم لما كنا اولي ما بنسترجي نطلع نحكي عن نظامنا الا اذا كنا برا او معارضين بالخارج. عرفت كيف؟ منفيين. وانتم هلا يا اخي اذا كنتم غير قادرين ونظام قمعي تحكوا عليه، يا اخي لا تطلعوا تدافعوا عنه، التزموا الصمت فقط لا غير. هي من ناحيه. الناحيه الثانيه عم تطلب ادله. قلنا لك بما جاء على لسان الدكتور أنور كامل وهو جزائري، أنور مالك عفوا، وهو جزائري، والرجل يعني الكل شاهد فيه إنسان شريف، ودموعه اللي زرفها على السوريين لما كان موجود بحد ذاتها بتعبر. عرفت كيف؟ هذاك الوقت إذا كانت حكومتك بدها تدعم بشار لأنه ضد الإرهاب، ما كان في إرهاب، لا كان في داعش ولا غيره.
الحكي كان ما بين 2011 و2012 وهو كان موجود. من لسانه قال لك سمع من لسان أسد شوكت واللي هو صار الرئيس وكان رجل المخابرات التعاون الوثيق ما بين حكومتكم وحكومته لقمع، ان بيسموه الارهاب انما لقمع الثوره السوريه. اضف الى ذلك الحكومه الجزائريه من دور حافظ اسد ومنذ القدم تقف اللي كان نظامها تقف مع نظامنا، نظامين استبداديين بالمنطق نفسه بالفكر نفسه. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه نظامنا الوحيد ما بين الدول العربيه اللي وقف مع نظامكم بموضوع الصحراء المغربيه، ما تبقى كلها كانت ضدهم لانه هي حق المغرب. المغربيه يا حاج المغربيه لم تثبت بعد، بس على الغربيه بعدين احكي. افني خلص مداخلتي بعدين خذ راحتك. عرفت كيف؟ اضف الى ذلك تم الاستعانه بال 2012 بضباط استخبارات جزائريين. عرفت كيف؟ وهن بالاصل كمان الجزائر اخذين من ضباط مخابراتنا، وفي جزائريين اعتقدوا عنا وعندكم، والعقوبه كانت تسمى حتى سموها عندكم التيس السوري، وهي ولائم تعذيب للمعتقلين وباعتراف جزائريين تعذبوا واعتقلوا عندكم وعنا. اضف ما ذكره وذكرته انا قبل من كم حلقه سيد حسين عيسى اللي هو الحرس احد القيادات بالحرس القومي العربي بال 2016 وقتل في داريا واعلن عنه. هل يا ترى بينضم لصفوف بشار وبيقاتل بدون علم حكومتك؟ هذا بيروح مدلل عند حكومتك وبسموه بطل قومي عندكم. عرفت كيف؟ بينما ابو احمد الجزائري اللي كان امبارحه طالع بيقاتل بصفوف الثوار بسموه خاين عندكم وحكومتك نفسها بتعدمه. فايش بدك اكثر من هيك ادله؟ يعني شيل المواقف السياسيه بغنى عن ذكرى كلكم تعرفوها. راني حندخل يعني انا نحيت الكاميرا. شو هذا راه يطيح لك السينيال، هذا راه يطيح لك اللايف، هذا راه يطيح لك اللايف القلب. بدك اكثر من هيك ادله. لذلك رجائي اسمعني اني اعتذر. شوف يا منير يا المقدم عندي رساله من جزائري. اخر كلمه رجائي من كل جزائري بيطلع انتم اخوتنا ونحن مظلومين وانتم مظلومين. قيادات عنا حكم استبدادي فاسد معيشكم بجوع مثل ما كان نظامنا معيشنا بجوع وفقر. نفس الحكي انتم في قاعد في خندق ايران وخندق حزب الله وخندق نظامنا. ليش ما اعترف حزب ايران منظمه ارهابيه؟ نظامك ليش ما اعترف اعترف بتيمور الشرقيه وما اعترف بكوسوفو علما كوسوفو مسلمه؟ نظامك ليش رفض ينضم التحالف الاسلامي بقياده السعوديه؟ جاوبني كل هالاشياء. اذا هو في ايران وايران لا تخلي ايران مسلمه. ايران اكبر عدو المقدم دور حزب الله. ما فينك عندي فيديو معلش ما فينك يثبت لا تطلع تدافع عنه وتشبح له. التزم الصمت عوزوك. عندي فيديو يا اخي منير يثبت هذا الشعب الجزائري أنه يمارس سياسة حلال علينا وحرام عليكم. كما يقول لك لماذا لا تنتقدون الإمارات وتنتقدون الدول التي تدعم بشار، ويقول لك لماذا المغرب يطبع مع إسرائيل ولا تدعمون الدول. فأنا أعطيك فيديو يثبت على جهلهم وكيف تقلبت هذه التصرفات ديالهم والتي يتهمونك بها. شاهد هذا فيديو لجزائري يتهمكم أنتم بأنكم أبناؤكم تقصفوا تحت القصف بشار، تحت يد يقتلون على يد نظام بشار، ويقولون لكم بأنكم تضحكون. اسمع العنوان: الأطفال السوريون يبكون من البرد والفقر والقتل على يد بشار السوري، وتيم السوري يضحك هو وأصدقائه. ها هو المشهد، لاحظ. خليني أسوي الصوت. نزل الأخ الجزائري، نزل. يعني بدي أسألك سؤال. خليني راح استخرج الفيديو كامل ولا يهمك. أستاذ الحسين معليش، هل تفرحون في قتل الشعب السوري أستاذ الحسين؟
ابدا، لا نفرح ابدا بقتل مسلم. عندما ترون بان ابناؤنا تقتل؟ اسمع، انا متضامن معاكم، واسمع، انا انسان كانسان جزائري، انا متضامن مع الشعب السوري كامل. خليني اطرح لك نظري. اتركني بكلمه. انا خليني نكلمك على النظام الجزائري تاعنا. الجزائر دوله تتعامل مع دوله، ما تتعاملش مع ميليشيات وعصابات وقطاع طرق. ليبيا كم قتل السوريون في ليبيا من ميليشياتكم التي جندها الاتراك؟ كم قتل من ليبي مسلم منهم؟ كم قتل من يمني؟ اجاوبك انا على السؤال. انا جاوبك على السؤال. خليني اقول لك قبل لا تمرر. لا مش هتروح مني. استنى. ما بيحق لك تكمل. ما بيحق لك تكمل. ما بيحق لك. اسمع. بدي اعرف انتوا اذا بدكم تدعموا. اسمع. سكر له مايك بالله عليك منير. سكر له مايك منير. الرجال يواجهون في سكر مايك للنقص العطاي ولد فرنسا. سكر مايك للنقص العطاي ولد فرنسا. يا تايم ما خلص كلامه. ما غلط يا حبيبي. لا يا حبيبي في اسمعني هاني اذا بدنا نيجي نتعامل مع الامور بهالطريقه هاي. انا ما اقدر اتناسب مع ناس جايين يوصفونا بجماعات ارهابيه. اسمعني خليني اكمل مداخلتي. خليني اكمل كلمتي. تفضل. بدك يعني اسكت؟ الواحد عم يوصفنا بجماعات ارهابيه وبده يقول لك يا اخي خليني اكمل. بدك يعني اسكت لواحد وخليه يكمل مداخلته على اساس انه احنا جماعات ارهابيه وهو بده يدعم بشار الاسد، وبنفس الوقت هو نفسه يروح يدعم البوليزاريو ضد المغرب. هل البوليزاريو هي جهه رسميه؟ لا، بس هم النفاق عندهم. دايم انتظر خليه يطالع كل شيء عنده ونحن بنرد عليه بنعريه مش بالضبط بنطالعه. النقاش حتى يكون هادئ، بيخلص مداخلته وواحد بيجاوبه. هيك الاسلوب يعني. طول بالك والله العظيم الا بالضبط، قسما بالله الا بالضبط. ما بطلع من هون الا بالضبط. خلص مشي حالك. نحن اصحاب حق يا تيم، نحن اصحاب حق. نحن لا نتبلى على احد. يعني ما مسكت طيب. لكل سؤال جواب. دع المايك حسين. كمل حسين. افتح مايك لحسين. الحسين يعني اذا حكومته مو معلمته كيف يفتح مايك في التيك توك، كيف بدك يفكر بالسياسه؟ كيف بدك ينشئ دوله ويعمل